السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، وفيديو جديد من فيديوهات الحكيم الاقتصادي ومتابعة للسوق النهاردة والأخبار. امبارح كان ظهر خبر بتاع ضريبة الدمغة اللي حلت محل ضريبة الأرباح الرأسمالية. وانا شايف بصراحه ان ده من الحاجات القليله نقدر نقول عليها ان هو توقيت ذكي لاعلان الخبر بصراحه، لان السوق فيه زخم شديد، السوق فيه قوه كبيره مدفوع بالتجاري. الخبر لما بتكون دايما متوقع حاجه اسوأ، فالحاجه الاقل سوءا هي اللي تيجي، بيبقى خبر في طيات، في يعني حتى لو هو في مجمله سلبي ولكن في طياته بيبقى ايجابي شويه او اقل تاثيرا على السوق. لان خبر ارباح الراسماليه اللي تقريبا بقاله 5 سنين مثلا كل شويه يلعبونا بيه ويطلع في توقيتات يروح هابد السوق هبده محترمه يعني. من المره اللي فاتت واحنا كنا بنقول ان هي الغاء فتاجيل فمعرفش ايه، لغايه ما خدوا قرار نهائي باستبدالها بضريبه او ضريبه الدمغه اللي هي تقريبا، انا شفت لها كذا مصدر بس هي تقريبا بيقولوا ان هي من نص لواحد ونص، اعتقد انها ممكن تكون واحد ونص او نص، مش عارف تبع ايه. لكن لسه تقريبا مفيش حاجه في الجريده الرسميه اتنشرت عشان نقدر نقول القرار النهائي ليها، ولكن هي هتبقى في الحدود دي، مش هتغلى عن واحد ونص، وهي واحد يبقى ايه كويس. طيب الناس بقى اللي عماله تقول لك ده ايه ضريبه واحد في الالف وكتير والزيرو، يا عم زيرو ايه؟ انت مش متخيل ان موضوع الارباح الراسماليه ده كان هيبقى مزعج ازاي للناس وهيقيد الميكرات ازاي. انت لما تعمل ملف ضريبي لكل واحد وتراجع كل حساباته وعملياته وكسب ايه وما كسبش ايه وتلاحقه ضريبيا، ده كان هيرعبهم، كان هيعمل ضغط شديد على الميكرز، وخاصة ان احنا عارفين ان السوق بتاعنا كله ماشي يعني ليفت سايد، يعني ماشي شمال لا مؤاخذة. فهتقعد تراقب الناس فالناس هتقل، عشان كده لما كان دايما بيلوح بموضوع ضريبة الرأسمالية ده كان السوق فعلا بيبنك بطريقة رهيبة. لكن هتزود رسوم ما تزود رسوم يا سيدي، هو انت لا مؤاخذة يعني لو انت بتشتغل، لو انت بالنسبة ده ل 90% من الافراد ولا عمره هيفرق معاك لا مؤاخذة، يعني انت بتعمل عملية كل قد ايه؟ واحد اصلا زي الطريقة اللي احنا ماشيين بيها، اللي احنا بنشتري سهم في سعر كويس بعدين نبيعه بعدين، هيفرق معاك في ايه؟ ده ايه واحد ونص في الالف؟ ده ولا حاجه، ايه يا عم؟ ده ولا اي حاجه. لكن ده كان الضريبه الراسماليه دي كان هياخد منك مبلغ محترم، ياخد منك 10% ولا 15%، ويقول لك بقى ضريبه مش عارف ايه وضريبه مش عارف ايه، روح هبده محترمه. طب هتقول لي طب ما اللي بيخسر بيدفع فلوس، اذا كان انت عمال تخسر في السوق، مش هين عليك الواحد ونص في الالف؟ وانت ده السوق طالع واي واحد معدي بيكسب، انت بتخسر وكمان زعلان على الضريبه؟ يعني حاجه كارب بصراحه، الناس ما تعرفش بتفكر ازاي. فيعني ده احسن واهون كتير من، هو كده كده وحش، كده كده انك تفرض ضرائب دي حاجه مش كويسه، انك تزود المصاريف على العمليات دي حاجه مش كويسه. الحاجات دي اصلا كلها المفروض تبقى فري، الا لو شويه رسوم بسيطه يا دوب رسوم التشغيل بس يعني. ولكن اكيد اهون بكتير جدا 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 من ضريبه الارباح الراسماليه. واي محنك يطلع يقول لكم غير كده لا، يعني بصراحه انا مش عارف هو دماغه فيها ايه. او هو بيفكر بيبقى قاعد في البيت بيفكر كمفكر، يعني مش واخد على ان ده ميكر او ده راجل بيتعامل في ملايين، وان هم هيلاحقوه ويقعدوا يشوفوا هو بيعمل ايه ويسوي ايه، فهيعمل له ازعاج شديد جدا. لكن لو هم ياخدوا رسوم واحد يا عم 3 في الالف في كل عمليه، ما في داهيه. 3 جنيه في الالف يا جدعان، يعني 30 في ال 10000، 300 في ال 100000، 3000 في المليون. يعني انت لو عامل عمليه بمليون كده كده 3000، هي طبعا هتاخد من الزيرو لو واحد شغال بمبالغ بسيطه او كده، ولكن وعلى فكره احسن، يعني انا ما بحبش الزيرو ده اساسا، يعني خليهم يهدوا الزيرو ده عشان يسكت عن القرف اللي بيعمله في الورق. ولكن طبعا بالنسبه لواحد متعامل كبير ده اهون كتير بالنسبه له، ولكن ممكن الناس اللي تتاثر او تكون مؤثره في العمليات بتاعتهم هي الناس اللي في النص، يعني الناس اللي هي ولا محافظها ضخمه جدا ولا محافظها قليله جدا، الناس اللي في النص هي اللي ممكن تتاثر شويه، خاصه لو شغالين زيرو. لكن واحد بياخد ويبيع ويشتري دي مش هتفرق معاه بصراحه خالص يعني. ايه تاني عندنا النهارده بقى؟ يعني عندنا ان شاء الله الحمد لله ابو ظبي عامل شغل كويس جدا، ضرب في ال 29 هاي جديد، ان شاء الله المره الجايه نشوفه فوق ال 30، يمكن يريح من هنا شويه برضه ينزل يسند على ان شاء الله ما يكسرش بقى 28 تاني، اخره ينزل 27 80 ولا حاجه، وبعد كده يرجع يلم تاني. كنت عايز اعمل تريده زي اللي فاتت وابيع عند 29 بس ما لحقتش، والحمد لله الدنيا كويسه. يونيفرسال هو ورانا 28 ورانا رقم جديد اخيرا،
ان شاء الله كده هو يعتبر برضو رسخ نفسه كويس، مش هيرجع يكسر تاني موضوع ال 26 ده، وان شاء الله يحقق الهدف اللي احنا قلنا عليه من البدايه 30. ومع ان السهم خلاص ما بقاش معايا، ولكن ان شاء الله انا شايف فيه يجيب 30 ان شاء الله. اختراقها بقى نشوف، ده قصه تانيه ان شاء الله. ممكن بقى نقابله بقى عند 36 عند 48، هنشوف ارقام حلوه يعني. لكن ما خلاص كده نرفع حمايه الارباح او وقف الخساره لغايه 27. المفروض ما يكسرش بقى 27، المفروض ما يكسرش خالص 26. المنصور الدواجن ناس كتيرة بتسألني عليه. احنا قلنا قطاع الدواجن كله متأثر بموضوع اسمه الإغراق أو حاجة كده، اللي هم بيستوردوا دواجن أرخص من اللي بتتكلفها الدواجن المحلية. والموضوع ده على طول موجود، سواء في البيض سواء في الفراخ، وكل شوية بيحصل، والحكومة بتلاعب الناس بتوع الدواجن دايما بالموضوع ده. لكن منصورة الدواجن أصلا المفروض إن فيها جزء من الجيش يعني، والناس بتوع المستقبل أصلا دول مش هيخسروا. وإن كان كل الأوراق اللي هم دخلوا فيها بعد ما هيبرت رجعت هدت شوية زي إكمي وزي العربية أراضي، ولكن هيرجعوا يطلعوا تاني ما تقلقوش يعني. ولكن طبعا المفروض إن هو ما يكسرش يعني، يفضل طول فوق ال 160. انا كنت قلت نبدل منصوره للدواجن بدايس لما بقربوا لبعض عند 170 كده ولا 172، وانا نفسي ما بدلتش. بس انا خرجت من منصوره الدواجن كان عندي فيها جزء هنا وجزء في محفظه تانية، بعت كل اللي عندي في محفظه سندر منصوره الدواجن، لكن لسه معايا جزء، ولكن الجزء اللي معايا ده قديم شويه، فالحمد لله مش خسران يعني. يعتبر تقريبا مكيت، انا معايا على 160 او 162 حاجه كده. ف لكن خرجت من محفظه سندر وما خدتش دايس وما خدتش نهر الخير وما خدتش حاجات كتير، لان انا زي ما بقول لكم ان انا بحاول اعمل تقليص لعدد الاسهم اللي عندي، مع اني شايف ان كذا سهم كويس. على فكره الشارت بتاع نهر الخير كويس. الناس اللي بتسالني عن نهر الخير، الشارت بتاع نهر الخير كويس جدا. مش الشارت اليومي ولا الاسبوعي ولا اي حاجه، لا الشارت الكبير خالص، ممكن نقول سنه او حاجه او اكتر. السهم معرض في قناة ضيقة جدا لمدة طويلة جدا بعد ما كان واقع من فوق الجنيه، وضغط جامد جدا في منطقة ال 48 وال 50 وال 52 لغاية ما طلع دلوقتي 70. ولكن نهر الخير فيه خازوق. خد بالك لا يعمل زي كوبر ويعمل زي كريست مارك، او يعمل زي سهم ديجيتايز مثلا اللي هم رفضوا الاكتتاب. يعني انت عندك تو باد سيناريوز، عندك سيناريوهين سيئين لنهر الخير. هو طبعا الورقه كانت حلوه جدا في الخمسينات يعني تمام لك، هو هايبر بيها عادي، بس ده خليه معاك وما تخشش جديد، وخلي دماغك، خلي عينك في وسط راسك زي ما بيقولوا. ليه؟ لان احنا انت عندك سيناريو ان هم يوافقوا على الاكتتاب، فيحصل فيه يحصل فيه زي كريست مارك، فينزل من عند الجنيه يروح واخد غطس عند 40 قرش. طبعا انا مش بالارقام، انا بقول لك بالنظريه يعني. ممكن بعد ما يهايبر يوصل 80 ولا اكتر كمان، يروح نزل عليه خبر الاكتتاب بالموافقه فيروح نازل. طب لو نزل خبر اكتتاب بالرفض برضه هيروح نازل. هو الاكتتاب بتاعه مش كبير، تقريبا هيبقى زي كريست مارك سهم لكل سهم، بس انت شفتوا مثلا كريست مارك مع انه سهم لكل سهم الا ان السهم نزل بقوه شديده جدا. وبعد كده الجيم زي ما قلنا حصل بعد الاكتتاب. طيب نهر الخير الميكر بتاعه برده مش حلو وطماع، ممكن يعمل فيك نفس الحركه ويكون بيبيع دلوقتي ويرجع يجمع تاني تحت. فخد بالك نهر الخير طلع خلاص يعني، هتخش جديد هيبقى هاي ريسك. لو انت جوه السهم علي جني الارباح بتاعك، علي حمايه الارباح بتاعتك، خليها مثلا 66، ومفروض ما يكسرش هو ال 66 تاني. عايز تدخل 66 64 بس هاي ريسك، ما تخشش بقى فوق ال 70 تقول لي معايا نهر الخير ب 70 و72 وما اعرفش انت جبت السعر ده منين. ماشي، فده بالنسبه لنهر الخير. فخد بالك ان هو لسه المفروض دلوقتي ان هو ممكن الاسبوع الجاي او اللي بعده بالكتير يردوا على الاكتتاب، هيوافقوا او مش هيوافقوا. لو وافقوا او ما وافقوش ممكن السهم ياخد مسلك يا كريست مارك لو وافقوا، وديجيتايز لو ما وافقوش، اللي هو السيناريوهين سلبيين، فياخدك وينزل تاني، لان اصلا الميكر ده معانا ليه سوابق كتير مش كويس. ده بالنسبه لنهر الخير. كوبر انا قلت هاخده بس لسه ما خدتوش. كوبر عند قاع طبعا 53 و52، الحته دي تعتبر قاع. كوبر وفي بيع مجلس اداره كمان. كوبر يا جماعه كان في شهر مارس واخد موافقه لتخفيض وزياده راس المال، تمام. والجمعيه العموميه الغير عاديه وافقت على الاكتتاب، يعني الهيئه وافقت على التخفيض والزياده، والجمعيه الغير عاديه اعتمدت التخفيض والزياده. هم خفضوا بس لسه ما عملوش نشره الاكتتاب. هو المفروض ان هو عندها اكتتاب زياده راس مال بضعفين، يعني زياده سهمين لكل سهم بالقيمه الاسميه اللي تقريبا دلوقتي 15 او 16 قرش مش فاكر، تقريبا 15. ف الموضوع طول قوي يعني. الخبر او مجلس الاداره كان في شهر 3،
والجمعيه كانت تقريبا في شهر 3 برضو حاجه كده، والتوثيق بتاع الجمعيه كان في شهر 6 او 7. فات وقت طويل برضو، احنا في شهر 12، ففات وقت طويل جدا. كريست بارك فجاه اعلن عن موضوع الاكتتاب، وده المتوقع شكله يحصل مع كوبر، لانها دلوقتي هم ما عندهمش مشكله، يعني تعتبر الهيئه موافقه، مع ان الشركه بعد ما عملت تخفيض راس مال وتخفيض القيمه الاسميه عشان تطفي الخسائر، ورجعت تعمل خسائر تاني ما شاء الله. عامله تقريبا خسائر في 9 شهور عامله باين 5 مليون ولا 6 مليون. فكوبر ممكن فجأة يعلن عن نشرة اكتتاب سهمين لكل سهم، واحنا اصلا قلنا لما كوبر برضو نزل من الجنيه وفوق الجنيه اللي فجأة نزل ل50 قرش، قلنا ان غالبا نشر اكتتاب قربت وهتنزل، ولكن مفيش حاجة نزلت برضو. كوبر في تحركات مجلس إدارة كتير جدا، سواء بالبيع او بالشراء. وفي لسه ناس زي اللي قلنا عليه استاذ اللي هو المتوكل ده، لما بيخش سهم قلنا بيهيبره، وبس هو داخل من فترة، ويعتبر السهم متنح في منطقة ال50. احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل، هل نشرة الاكتتاب قريب ولا ايه، لان فعلا هو السهم ملوش كده اي حاجة ايجابية غير خبر الاكتتاب، لان حتى الشركة بعد ما المفروض صفرت الخسائر بتاعتها كلها، رجعت تخسر تاني. كمان بيقولوا ان هو مفيش اي ايرادات للنشاط خلال اخر 9 شهور، فالشركة بالاخر ما قدامهاش غير الاكتتاب عشان تخرج من هذه الدايلما، وكمان تبدأ السهم يتحرك شوية، وممكن يعوض الناس اللي متشعلقة في 80 و90 قرش وجنيه وكده. طب هو دخول دلوقتي، دخول طبعا بمخاطرة كبيرة، لان في الاول وفي الاخر ده سهم مضارب. ايه تاني عندنا؟ في الناس بتتكلم على فتنس برايم والاولى الاستثمار، الاثنين خلاص امتصوا الصدمه وبداوا يتداولوا، اي نعم طبعا باسعار اقل بكتير من الاسعار اللي هم نزلوا منها، وان كان طبعا فتنس برايم ممكن يكون اداؤه افضل شويه من الاولى الاستثمار. يعني فتنس برايم تقريبا كان نازل من 100 حاجه و40، ودلوقتي امبارح تقريبا لمس في ال 130. ولكن برضو دخول جديد، انا ما رجحش دخول جديد سواء لفتنس برايم او الاولى الاستثمار، لان لسه الرؤيه مش واضحه بالنسبه للسهمين، واللي بيحصل ده مجرد مضاربات في سوق القايمه ده للخمسات، يعني تصفيره اب تصفيره داون وهكذا. لكن طبعا كدخول جديد على ارض صلبه لا، هم بيحاولوا، هم واخدين اجراءات اصلاحيه في الكومنتس بتاعت الهيئه والرقابه، ولكن طبعا لسه على ارض الواقع لسه الاتجاه ما اتغيرش، او لسه الرؤيه ما اتغيرتش، لان زي ما قلنا ان الشركتين محتاجين فلوس كتير جدا عشان يقدروا ينقذوا نفسهم من ان هم يعني يفلسوا بالاخر. فلازم يحصل زياده راس مال او يضخ فيهم سيوله كويسه. بريميوم هيلث كير انا شايف دعاوي للشراء كده على اكتر من جروب، انا مش فاهم ليه مفيش اي حاجه اتغيرت. الناس عماله تقول لك القوائم الماليه ايه القوائم الماليه لما تطلع يا جدعان هتفرق في ايه؟ معلش يعني واحد لا مؤاخذه يعني عليه مشاكل قد كده، بعد ما يعني بيعمل ارباح يا سيدي، عارف من دقنه وفتله معايا فلوس كتير، بعد ما كنت كسبان مش عارف كام، كسبان مش عارف كام، غير ان هو زي ما بنقول ان هو عنده اصلا فعلا شويه اصول ومعامل وكده. ولكن المشكله دلوقتي في بريمير هيلث كير مش مشكله التشغيل او مشكله النشاط، هي مشكله اللي فات وديته فلوس الاكتتاب فين، والفلوس دي اتصرفت ولا لا. اذا كان الهيئه لما رجعت على ديجيتايز وعلى كذا شركه تانية قالت لهم ان انتوا ما صرفتوش الاسهم الاكتتاب في الاوجه اللي انتوا قلتوا عليها، ودي عملت لهم مخالفات. ف تخيل بقى بريمير هيلث كير اللي عليه تجميد اصول وتجميد اموال 74 واحد وما اعرفش، ومنهم 3 من مجلس الاداره، منهم واحد العضو المنتدب، ففي لبش كتير في السهم. بس انا عايزك، احنا قلنا قبل كده وشرحنا في فيديو تاني ان بريمير هيلث كير سعره وحش، 7 قروش، ده ما فيش حاجه ب 7 قروش يا جدعان. حتى لو الشركه اتضربت بالنووي مش هتبقى ب 7 قروش، يعني على الاقل يبقى فوق قيمته، على الاقل يبقى عنده قيمته الاسميه يعني. ولكن ما تخشش في حاجه وتقوليش استثمار، ما تقوليش ما في حاجه بصراحه تخش فيها استثمار، مفيش حد بيستثمر في ورقه مش باين لها مستقبل. يعني احنا لو قلنا الورقه دي طلع عليها مشاكل واتحالت للنيابه والقضاء واتنقلت خارج المقصوره، انت ليه يدخلك في اللبش ده كله؟ الا لو انت داخل بجزء محسوب وعارف خسارتك قبل مكسبك. لكن 73 72 71 ما هو بقاله كتير جدا بيجمع في الفتره دي. طب هل هيطلع؟ ممكن يطلع، بس يطلع مضاربه، مش هيطلع
مش هيطلع ياخد اتجاه صاعد. الاتجاه الصاعد او تغيير الاتجاه الهابط او تغيير كل رؤية الشركة لن يكون الا بالاعلان الرسمي عن قرار الهيئة. الناس اللي انتدبتهم عشان يراجعوا على القوائم المالية بتاعة الشركة، ويقول لنا الشركة دي اخضر ولا احمر. اخضر خش يا عم زي ما انت عايز، خش ان شاء الله بباريزة و11 قرش و12 قرش ما يهمكش، هيعدي منك 50% مش مهم، السهم كده كده مكمل. لكن لو احمر لا، يا اما ممكن بقى تتحبس او ما تعرفش تخرج، او يروح واخدك غطس لتحت، يبقى كل امانيك انك تشوف السبع قروش دي تاني لمدة سنة مثلا. فابعد عن الشر وغني له، واللي جوه السهم وخسران كتير يفضل زي ما هو كده كده، ضرب ولعور على عينه ما فيش فرق. هيبكو ان شاء الله قريب لو ما حصلش تحرك ان شاء الله على الموضوع بيان توزيع الارباح ده، لازم هيكون لينا تحرك ان شاء الله. هنعمل بوست هنا وبوست على الفيسبوك ونجمع المساهمين، ونبدأ نرفع شكوى زي ما قلنا لهيئة الاستثمار والبورصة والرقابة المالية، عشان يشوفوا الشركة دي ليه ما عملتش اللي قالت عليه، ليه ما وزعتش أرباح سنة 24 بينما سنة 25 بتفنش خلاص. رميدة طبعا أداء ولا أكثر. مين تاني اسمه إيه، بنيان أداء ولا أكثر برضو، مش ممكن، سهمين زي الزفت بصراحة. ولكن يعني نتعشم إن هم يكون لهم طلعة كويس، يعني اللي خلى بايونيرز تطلع يعني سنة، يعني خلاص اللي خلى بايونيرز مضروبة بالجزمة بقالها كتير تطلع، بس بنيان فعلا ما طلعش. يعني بنيان بعد تجميع رهيب جدا في ال 73 و 83 طلع عمل 4 10 ونزل تاني. ده الملتقى العربي يا عم، اللي هو اصلا سهم البؤس والبؤساء، يعني طلع عمل قرب ال5 جنيه، وانت ما فيش يعني، قلت على الاقل هيعمل 4 ونص في الطلعه ولا عمل ولا نيل. الصوامع الناس بتسالني عليها، كان في اخ جميل كده كان كاتب لي قال لي ده انا قريت محلل فني بيقول لي الصوامع عامل مثلث مش عارف ايه متوازي الاضلاع باين، وراح كسره لتحت، فكده هيتوجه ناحيه مش عارف ال 180 جنيه. يعني سهم لا مؤاخذه بينفذ 3000 سهم و4000 سهم، راح تحلله لي تقول لي مثلث ومربع ودايره؟ يا عم كبر دماغك، الاسهم دي كلها ماشيه بالحب، وهو لو عامل المثلث وكسره فهو عاملك عشان تلبس وتبيع اللي معاك عشان ياخدوا منك. فالناس لسه مش فاهمه اللعبه يا جماعه، وتقول لك المثلث والمربع، الكلام ده في الهجايص، خاصه في الاسهم اللي عددها قليل. الاسهم اللي عددها كبير على عيني وعلى راسي، ليه؟ لان دي اعداد كبيره، مش انت مش الميكر بس المتحكم فيها يا عم، هنقول الصناديق والميكر وما اعرفش ايه، فالورقه فيها زخم، فيها افراد وفيها اجانب، فيها صناديق، فيها مؤسسات. لكن ورقه بتنفذ 3 4000 سهم و5000 سهم في اليوم، لما تنفذ 17000 18000 تقول لك ده عملت اللي القاهره ادويه والعربيه ادويه والصوامع والسعودية المصرية والأراضي، الحاجات دي كلها في الهجايص. فما تقوليش مثلث ومربع ونص شبه منحرف يعني. فالسهم لم امبارح لما قويه جدا وصفر، والنهارده راح جاب 290. السهم ده كان عدى ال 300 في مره من المرات، واللي هيقول لي اشتري اقول له انا بشتريش سهم، هو بيجري جري الله يسهل له مع السلامه، نشوف فرصه غيرها. لكن تقعد تشتري سهم كان ب 230 جنيه في نفس الجلسه تروح تشتري ب 275 جنيه؟ يا ابني انت مجنون يا ابني. تشتري سهم اغلى من 20%، طب هتجيب تسويتك منين؟ تضمن تسويتك منين؟ فده بالنسبة للصوامع. أنا دخلت السعودية المصرية مش بأي مبدأ غير إن هو مبدأ إن أسهم القليلة بتتحرك، فأنا هدخل وأخرج على أي تحرك عنيف ليها، أكيد كده كده في يوم هتلاقي عملت 20% كده بدون إبداء أي أسباب، نخرج إحنا في اليوم ال 20% دي، بحيث بقى الناس اللي إحنا بنقول عليهم لسه بنقول عليهم في الصوامع الناس الزباين لا مؤاخذة، يروح يشوف لك السهم عامل 20% يروح إيه يشتري، وإحنا نكون بنبيع. وطبعا زي صواريخ المريخ والاخ اللي انتوا عارفينه اللي بتاع الفراخ اللي بترقص، لما بيقول لك على سهم يعرف ان هو شاري وبيبيع لك، يعني هو اول ما يوصي يعرف ان هو هيبيع بكره. يعني هو لو بيوصيك النهارده صواريخ المريخ والسهم الذهب الابيض والذهب الازرق، يعرف ان هو بيبيع في نفس اليوم. هو نفسه بيبيع، هو عايز يلبسك ويجري، السهم طلع كمل خلاص، هو اصلا استرزق خلاص، عمل اللي فيه النصيب يعني ما تقولش برضو ان هو والله ده وصى على سهم وفضل يطلع، ايوه هو خرج خلاص يا باشا، يعني خرج بالجزء الرئيسي وخلاص، سايبك تلعب في الباقي بقى، تلبسه تروح تاخد بيه حلل على ما زي ما انت عايز. وما اقصدش سهم معين على فكره، عشان مصر الالمونيوم من الاسهم اللي هو بيتكلم عليها بس سهم كويس، لكن اسهم تانية ما يعني لما كان بيتكلم عن مصاري الدواجن محسسك ان مصاري الدواجن دي هي اللي اخترعت الفراخ. يعني هل عندهم فراخ بتبيض بيض ذهب مثلا؟ ف... فهو ساعات بيمسك في اسهم كويسه
بس تنفيذها مش كبير قوي. وساعات طبعا بيمسك فيه اسهم بيكون كده كده ما تسواش حاجه، ويقعد ينفخ فيه عشان الناس تخش تلبس يعني. وساعات طبعا في اسهم بيتكلم عليها تكون بتطلع اصلا عشان يبين لك ان هو بيقول كلام صح. فالدنيا دي معقده جدا. قبل ما تعرف تقرا، قبل ما تخش على الانترنت وتقعد تقرا على السوشيال ميديا وتاخد التوصيات من الناس، حاول تشوف الفيديو اللي كنت عامله قبل كده اللي هو ازاي تقرا توصيات المحللين على السوشيال ميديا، لان مليء عارف كانك داخل حقل الغام. رجلك تيجي كده غلط كده غلط بوم فرقع على طول. بس كده النهارده مفيش حاجه نتكلم عليها تاني. الحمد لله السوق امتص موضوع الدمغه ده، ولان زي ما قلنا ان هم اعلنوه في ايام كويسه. حتى لو السوق نزل هيرجع يطلع تاني. احنا لسه زي ما قلنا التجاري شادد السوق شده كويسه، ولما التجاري رايح شويه الباقي هيخش يسد السوق شده كويسه. بس كده. شوفوا بقى، اكتبوا مقترحاتكم عشان لو في فيديو عايزين تتكلموا على حاجه تعليميه نتكلم عليها بكره او بعده. وإن شاء الله الأسبوع الجاي يبقى أسبوع جميل عليكم، ودايما بكل خير وسعادة، والسلام عليكم.